مرحبا بكم في بريف مونديال. المنتخب الفرنسي يضرب بولندا بثلاثية مقابل واحد ويتأهل الدور ربع النهائي من مونديال قطر الديوك. كان بادر افتتاح النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة عن طريق أوليفييه جيرو، ليصبح بعد الهدف هذا هو الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي على مر التاريخ ب 52 هدف. ثم في الشوط الثاني لقطار مبابي كان سجل ثنائية في الدقائق 74 و90 زائد واحد. في المقابل ليفاندوفسكي كان صاحب الهدف الوحيد للبولنديين في المباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 90 زائد 9. المواجهة الثانية اللي كانت دارت البارح كان حسمها الانجليز قدام ممثل افريقيا المنتخب السنغالي بثلاثية نظيفة بناء المدرب اليو سي سي. ما نجموش يسيروا نسق الكبير لمنتخب الاسود الثلاث، خاصة في الشوط الاول اللي سجل فيها الانجليز ثنائية عن طريق هندرسون في الدقيقة 38 وهاري كين في الدقيقة 45 زائد 3 وتشاكا كان اضاف الهدف الثالث في الدقيقة 57. هكا باش نشوفوا مواجهة نارية بين المنتخب الفرنسي والانجليزي في الدور الربع النهائي، مباراة باش تلعب نهار 10 ديسمبر مع 8 متاع الليل. مواجهة أخرى قوية تعرفنا عليها لحساب نفس الدور باش تجمع المنتخبين الهولندي والأرجنتيني باش تلعب نهار الجمعة 9 ديسمبر مع 8 متاع الليل. زوز مواجهات في إطار الدور الثمن النهائي باش تلعب اليوم إن شاء الله مع 4 متاع العشية، وصيف بطل العالم كرواتيا باش يواجه المنتخب الياباني، ومع 8 كوريا الجنوبية باش تلعب مع البرازيل. مادام حكينا على البرازيل، نجم الأول نيمار تمثل الشفاء حسب تصريح المدرب تيتي اللي أكد أنه حاضر وينجم يعول عليه في المباراة. مهاجم منتخب السامبا كان شارك البارح في الحصة التدريبية قبل موعد المباراة قدام كوريا الجنوبية. يجي هذا في وقت يعاني فيه المنتخب البرازيلي من غياب مهاجمه غابرييل خيسوس وأليكس تيليس اللي انتهى المونديال بالنسبة لهم. كان هذا كل شيء في بريف مونديال، قدمه لكم محمد علي طالب. تابعوا بقية أخبارنا على موقعنا تونيزومريك.com، لايك وبارتاج باش يوصل أكثر أخبار. باي باي.